بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده بودره السحلب المحوجه بدل ما تشتريها من بره. اهو معانا ربع كيلو سوداني، ربع كيلو هو السمسم، هنشممهم من النار نطلعوا الرطوبه منهم تحمصيهم يعني اهوت. ومعانا نص كيلو نشا، وربع كيلو بشر جوز الهند، ومعانا كوبايه سكر، وازازه تروح ايه او نكهة ايه بشرة جوز الهند. هناخد بقى نص السمسم ونص السوداني نضربهم نص ضربة في الخلاط عشان يدوا طعم ونكهة حلوة للسحلب. هتضربهم نص ضربة اهيت. اه لازم يبقى الحجم ده كده قدامكم كده، نصهم بس، نص ربع كيلو السمسم ونص ربع كيلو السوداني بعد ما تحمصيه على النار تضربوهم ايه نص ضربة كده في الخلاط او في الكبة لو عندك الكبة يعني. اه هيدوا طعم وريحة حلوة للايه للسحلب وانت بايه بتسويه يعني. هو معانا بقى نص الربع اهوت، وده نص الربع، ده ربع بشر جوز هند، وده نص نشا. اه ودي كوباية سكر. دي المكونات اهيت. معانا ازازة بقى هروح بشر جوز الهند او ايه نكهة بشر جوز الهند بتحطيه عليه عشان يديها نكهة وريحة حلوة، ريحة كويسة يعني. وهاتي واعمليه في البيت بدل ما تشتريه من بره، جاز مش مضمون، ممكن يكون في حاجات فيها مدة الصلاحية بتاعتها منتهية ولا حاجة. هنحط البشر اهوت، نحط نكهة بقى بشر جوز الهند عليها اهوت، تحط حاجات بسيطة بتدي ريحة ونكهة حلوة يعني. كوباية السكر اهيت. السكر ده بقى انتي لو عايزة تحطي سكر بقى وانتي بتسويه زيادة تزودي، مش عايزة خلاص. حطينا بقى السمسم والسوداني المبشور نص بشرة هيديله طعم وريحة كويسة. ودي الايه النشا اهو نص كيلو نشا قدامكم اهو، تضربوهم في بعض كده عشان ياخدوا ايه من بعض ويدوا ريحه كويسه للسحلب. هنحط بقى النص بقى المصحح من النشا من السوداني ومن السمسم، تضربوهم في بعض كده اه. وهاتي واشتريه وهاتي واعمليه في البيت. وده السمسم اهوت متحمص تحطيه برضو واعمليه في البيت مضمون بدل ما تشتري من بره. ومعانا طبعا زبيب ما جبتوش في الاول عشان كنت ناسيه، ربع كيلو زبيب اهو. يعني الزبيب اساسي في تحويجة السحلب المحوج اهو في الخلطة بتاعته. لو سمحتوا الفيديو بتاعي يا حبايبي وعجبكم لحد دلوقتي اعملوا اشتراك في القناة واعملوا لايك اللي هو اعجاب، اكتبوا لي تعالى حلو زيكم اهو. وهاتيه واعمليه في البيت مضمون، والسحلب بتدفي في الشتاء وطعمه جميل. ولا انت عايزه تزودي السكر بقى في السوا زودي لو السكر ده ما كانش مناسب ليكي يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.